بونسوار يا سليم. مين دي يا سليم؟ لازم. مدام سلحدار سيلفو بلي، مفيش زيارات من غير مواعيد سابقة. أنا عندي ميعاد يا مدام. انت مديها ميعاد في الابارتمون بتاعتي يا باشا؟ بتاعتك ايه يا مدام؟ انت ناسية ان العمارة دي كلها بتاعتي انا؟ من فضلك مفيش داعي للالفاظ السوقية دي. وبعدين انت لما تيجي تكلميني ما تقوليليش مدام، تقولي لي فاتر اكسلانس. ده انت لسه ما فوقتيش يا مدام، نايمة لسه بقالك 14 سنة زي اهل الكهف. البرنسيسات قرايبك بيشحتوا بره بفركتهم ونياشنهم. او سي ترو، سي امبوسيبل سليم. نازك، كفايه قوي وصلة الرطح الارستقراطيه دي. اذا كنت انت صاحبه العماره انا صاحب الشقه دي، وبالتالي سمو الاميره برضه صاحبتها. كنت عايزني اعمل ايه يا سليم وهي بتطردني؟ مفروض ان انا ضيفتك ولازم تحافظ على كرامتي. في دي يا حبيبتي هي معاها حق فعلا. انا نسيت اقول لك اصلي انا عزمت فعلا نازك هانم على العشاء، مش عشان اي حاجه، مجرد بس صدفه عشان نقدر نتكلم مع بعض في تطور القضيه بتاعت عادل ابننا. وانا الحقيقه نسيت اقول لك لما فاجئتيني بحضورك، من فرحتي ما قدرتش اقول لك. دعوة على العشاء هنا في بيتي يا سليم وانا مش موجودة؟ ايه يا مدام، ايه يا مدام، انت ناسيه ان انا ابقى ام ابنه؟ اوعي تفتكري اني بقيت غريبه او مجرد ماضي في حياه سليم البدري. بالتأكيد انت مجرد ماضي يا مدام. وانت مجرد انتيكه طالعه من متحف زمان وانتهى خلاص وما بقالوش وجود. عذراكي وفاهمة موقفك. الغيرة شعور فظيع ومدمر. ده الوهم اللي في دماغك يا شاطره. اللي تغير منها نازك السلحدار ما اتخلقتش لسه، ملهاش وجود. يا مدام لحظة يا سلحدار، لحظة بقى، انا عايزة لحظة لو سمحتوا. أنا متأسف جدا، أنا الحقيقة ميعاد نومي جه ومش هقدر أسهر أكتر من كده خلاص. تصبحوا على خير. مش ممكن. ودخلت اوضتك ونمت فعلا وسبتهم؟ طبعا إيه؟ أنت لو مكاني كنت هتعمل إيه؟ غريبة. وحصل ايه بقى بعد ما دخلت اوضتك؟ ولا حاجة. نمت. لا اقصد يعني هم عملوا ايه في بعض؟ والله ما أعرف. أنا دخلت حطيت دماغي على المخدة ما حسيتش بنفسي. صحيت الصبح لقيت نورهان نايمة في أوضة الضيوف. بدون اصابات؟ ما فحصتهاش. الله، ومبسوط. طب أعمل إيه؟ هي اتركبت كده عاصب. أعمل إيه؟ طيب ما تعرفش نازك عملت ايه؟ لا ما اعرفش، انا هفوت عليها بعد ما اخلص مشوار النيابه. النهارده هيحسموا قضيه عادل. واضح انك لسه تحت تاثير اللي حصل لما جيتي ولقيتي اللي حصل يا باشا، يا ابن الباشا، يا سليل الحسب والنسب. نازك من غير طولة لسان وقله ادب. انت اللي بتتكلم عن الادب يا باشا، وهو برضه من الادب انك تعزمني في بيتك عشان اتهان واتهزق وتدخل تنام وتسيبني فريسه للحقوده المعصعصه بتاعتك. فريسه؟ انت فريسه يا نازك؟ ده هي يا عيني تلاقيها دلوقتي طريحه الفراش. ليه بقى؟ هي ما كلمتكش ولا مخصماك؟ لا يا حبيبتي، احنا ما بنتخاصمش ابدا. انا بس لسه ما شفتهاش بعد اللي حصل، دي كل الحكايه. إمام، يا فندم سمو الامير. الشنطة نزلت؟ ايوه يا فندم، وشعبان واقف جنبها تحت مستني العربيه. هستنى ربع ساعة، بعدها تشوف لي تاكسي وديه المطار. امرك يا فندم. تحب سموك تشربي حاجه قبل ما تنزلي؟ لا مفيش داعي. ايه يا نورهان؟ البواب واقف تحت بيقول انك مسافرة يا سليم، راجعة باريس. ازاي بس انت لحقتي؟ يا حبيبتي اللي حصل ده كان سليم من فضلك، أنا مش مستعدة أناقش اللي حصل، على الأقل مش دلوقتي ومش هنا. لما ترجع باريس نبقى نتكلم. ما نتكلمش هنا ليه؟ المسألة بسيطة خالص، مش محتاجة كل الكلام ده. أنا هقول لك يا ستي، نازك كانت جاية سليم بصراحة. من فضلك مفيش داعي تاني للمرة التانية. أنا أهينك يا نورهان. أمال أنت بتسمي اللي حصل ده إيه؟ أتفاجئ بيك داعي مراتك السابقة لبيتي وأنا مش موجودة، وبعدين تدخل تنام وتسيبني وهي تستفرد بيا تشتمني.
شتمتك؟ نازك شتمتك؟ امال انت كنت متوقع ايه؟ قالت عليا انا بخطف الرجاله. تصور انا نورهان شيرين يسري حفيدة الخديوي يتقال عليها خطافة رجاله، والباشا جوزي نايم مش لاقي حد يدافع عني. غصب عني يا حبيبتي، انا فجأة كبس عليا النوم. نو! انت هربت يا سليم في موقف انا كنت محتاجه اشوفك جنبي بترد عليها وبتدافع عني، وتاني يوم تخرج وتسيبني ما تستناش حتى اما اصحى من النوم وتطمن عليا. ميعاد وكيل النيابة يا حبيبتي. عادل خرج النهارده وكنت لازم اروح وكنت اجيبه عشان لازم توصله لماما مش كده؟ وطبعا اضطريت تشرح لها موقفك وتعتذر لها قبل ما تعرف مني انا ايه اللي حصل. ارسي بكم ونامور، انا مستنياك في باريس علشان نتفق على طريقه ننفصل بيها بهدوء ومن غير دوشه. مستحيل، انا بحبك يا نور، مش معقول تدمري كل اللي بينا عشان تصور ما هو الصحيح. سيفيني سليم، للأسف أنا مضطرة أستنى 7 شهور لسه وبعدين نطلع. اشمعنى؟ نورهان انت حامل؟ كنت جاية أبشرك. لا الله، احلى خبر سمعته في حياتي، يعني انا هبقى اب لتالت مرة. ميرسي قوي، ميرسي قوي يا حبيبتي. مع طيارتي خلاص. خلاص يا حبيبتي انا هوصلك، يلا كلها يومين 3 وهحصلك على طول. اوعدك انه مش هتاخر، مجرد ما اخد تاشيره الخروج على طول. كويس إني معايا جنسية فرنساوي وإلا ما كانوش خرجوني. يا حبيبتي ده مجرد روتين، انا اول ما اخد الفيزا هطير عليك، وانا متاكد انك هتكوني هديتي ونقدر نتفاهم. الأفضل تخليك معاها، هي بتحبك أكتر مني صدقني. أرفوار. ولما عرفت من علي انك رحتي لماما وسألت عليا حسيت